السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي مع الدرس الرابع في الوحدة الثالثة، وهنتكلم عن قدوات عربية. هنعرف في الدرس ده أهم وأشهر القدوات الإسلامية في العصر الإسلامي. قال لك مين هو أصلا القدوة؟ قال لك هو الشخص الذي نحتذى به في السلوك وفي الأخلاق. إيه كمان؟ قال لك له دور في بناء شخصيتك، زي قال لك الأب، الأم، المعلم. أثر في من؟ قال لك حوله وفي مستقبل البشرية. قال لك يمتلك سيرة ذاتية متميزة، يساهم في خدمة قال لك البشرية. يبقى إذن القدوة قلنا هو الشخص اللي بيعمل إيه؟ قال لك نحتذى به في إيه؟ قال لك في السلوك وفي الأخلاق. بيعمل إيه كمان؟ قال لك بيأثر في من حوله وفي مستقبل قال لك البشرية. بيمتلك قال لك سيرة ذاتية متميزة، بيساهم في خدمة قال لك البشرية، له دور مهم في بناء الشخصية، زي الأب، زي الأم، زي المعلم. طب تعال نركز بقى ونعرف الأول يعني إيه أصلا سيرة ذاتية. قال لك هي وثيقة مفصلة تلخص قال لك تعليم الفرد وخبراته وإنجازاته. طب تعال نختبر نفسنا. رقم واحد، ما المقصود بالسيرة الذاتية؟ هنقول هي وثيقة مفصلة تلخص قال لك تعليم الفرد وخبراته وإنجازاته. طب حدد اثنين من مواصفات القدوة في حياتك. هنقول يساهم في خدمة البشرية وله دور في بناء شخصيتك. طب تعال نشوف نماذج من القدوات العربية. قال لك يمتلك العالم العربي الإسلامي شخصيات بارزة يعني مهمة استطاعت أن تسطر بأعمالها قال لك حروفا من ذهب في تاريخ البشرية. ويمكننا أن نتناول أبرز تلك الشخصيات باعتبارها قال لك قدوات عربية يمكن الاقتداء بأثرها وأعمالها الجليلة يعني العظيمة. رقم واحد عندنا يا جماعة، رقم واحد ابن الهيثم. طيب تعال نشوف اسمه. قال لك أبو علي الحسن ابن الحسن ابن الهيثم. ميلاده 354 هجرية، 965 ميلادية، في مدينة قال لك البصرة بالعراق حاليا. طب الوفاة قال لك 430 هجرية، 1040 ميلادية، في القاهرة مصر. طب صفته العلمية قال لك عالم موسوعي وفيلسوف فيزيائي رائد في علم قال لك البصريات، ويعتبر من أوائل من اعتمدوا على التجربة في بحوثهم. طب تعال نشوف أهم إنجازاته. رقم واحد، أسس علم قال لك البصريات وألف كتاب المناظر، طور طرقا لإيجاد مساحة قال لك الأشكال الهندسية. تلات قال لك كتب عن انعكاس الضوء وانكساره. طب أربعة، درس حركة قال لك النجوم والكواكب. خمسة، شرح كيفية إبصار العين للأشياء. طب تعالوا نشوف قيمة نتعلم. قال لك حب العلم والسعي وراء الحقيقة فرض على قال لك الجميع. طب تعال نختبر نفسنا. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. ألف، يمتلك الوطن العربي قدوات يمكن الاقتداء بأثرها. هنقوله طبعا صح. ب، دراسة الفلك كانت من اهتمامات العالم الحسن ابن الهيثم. هقول له صح. اتنين، ما العلاقة بين الحسن ابن الهيثم وعلم الهندسة؟ هقول له الحسن ابن الهيثم طور طرق لإيجاد مساحة الأشكال الهندسية. طب تعال نشوف رقم اتنين، فاطمة الفهرية. الاسم فاطمة بنت محمد الفهرية القيروانية. الميلاد 183 هجرية، 800 ميلادية. الوفاة 266 هجرية، 878 ميلادية. الصفة العلمية كانت شخصية محبة للعلم وكريمة تحب قال لك العمل الخيري، وكانت قدوة للنساء في السعي لخدمة المجتمع. طب تعال نشوف أهم إنجازاتها. رقم واحد، تأسيس مسجد القرويين في مدينة فاس في المغرب. أنفقت معظم مالها على قال لك نشر العلم في مسجد قال لك القرويين. حولت المسجد في عام 877 ميلادية إلى قال لك مؤسسة جامعية. الهدف منها قال لك لدراسة العلوم. ووفق موسوعة جينيس أصبحت جامعة القرويين أقدم مؤسسة جامعية في العالم. طيب، وسميت بأم البنين لما أنفقته على طلاب العلم. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر ليه سميت بأم البنين، أقول له لأنها أنفقت على طلاب العلم. كانت توزع قال لك العطايا على طلاب العلم والفقراء.
كانت لمؤسستها العلمية التي أنشأتها قال لك دور في تعليم كثير من العلماء المتميزين مثل عبد الرحمن بن خلدون والفيلسوف الشهير ابن رشد. طب تعالوا نركز كده ونشوف في قيمة نتعلم أن العلم صدقة جارية لا تنقطع بموت صاحبها. طب تعالوا نختبر نفسنا. رقم 1 أكمل. أصبحت جامعة القرويين أقدم مؤسسة جامعية بالعالم وفق موسوعة جينيس. 2 بما تفسر لقبت السيدة فاطمة الفهرية بأم البنين، هنقول لما أنفقته على طلاب العلم. دلل على صحة العبارة. أسهمت المؤسسة العلمية التي أنشأتها فاطمة الفهرية في تعليم كثيرا من العلماء المتميزين. أقول له لأن تعلم فيها عبد الرحمن ابن خلدون والفيلسوف ابن رشد. طب الشخصية الثالثة قال لك ابن النفيس اسمه أبو الحسن علاء الدين علي ابن أبي الحزم الدمشقي. الميلاد 607 هجرية 1210 ميلادية في دمشق سوريا. الوفاة 687 هجرية 1288 ميلادية في القاهرة مصر. أما الصفة العلمية طبيب وعالم موسوعي وفقيه ومن أعظم أطباء الحضارة الإسلامية. طب تعال نشوف أهم إنجازاته. 1 شرح بدقة وظائف قال لك القلب والرئتين. 2 اكتشف الدورة الدموية الصغرى. 3 كتب في الفلسفة. 4 توصل لتشريح دقيق للعين والدماغ. 5 له عديد من المؤلفات في أصول الفقه والعقيدة. طيب تعال نشوف هنا في معلومة إسرائيلية. كان ابن النفيس كبير أطباء مستشفى المنصوري بالقاهرة، وكان معروفا بورعه وزهده، وترك مكتبته الضخمة وبيته وقفا للمستشفى الذي عمل فيه تقديرا لفضله عليه. طب هنا في قيمة نتعلمها. الإبداع يولد من حب المعرفة والاجتهاد المستمر. تعال نختبر نفسنا. برع ابن النفيس في عديد من العلوم ومن أهمها الطب. توصل ابن النفيس لتشريح دقيق للعين. دلل على صحة العبارة. تعددت الإنجازات العلمية لابن النفيس، هنقول اكتشف الدورة الدموية الصغرى وقام بتشريح دقيق للعين والدماغ. أهم المصطلحات الموجودة في الدرس. السيرة الذاتية هي وثيقة مفصلة تلخص تعليم الفرد وخبراته وإنجازاته. وبكده احنا خلصنا الدرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.